شخص تراوده أفكار مزعجة جدا في أمور العبادات ولا يستطيع صرفها عنه لدرجة وصول الحال به أنه لا يميز بين ما تلفظ به وما لم يتلفظ به، وذهب يسأل بعض مشايخ العلم وجوابهم أنه مصاب بوسواس دون تشخيص حالته، ويجب عليه طرد هذه الأفكار وزيارة طبيب مختص. وفعلا ذهب لطبيب نفسي وشخصه الطبيب أنه مصاب بالمرض، لكنه ما زال في حيرة من أمره، وتراوده الأفكار أنه ليس مصابا بالوسواس، وما قاله الطبيب غير صحيح بحجة أنه صرف له الدواء بسرعة من أول جلسة، والآن يفكر في كل كلمة تحتمل الكناية وتأتيه نية أنه سينوي بها قبل التلفظ بها، حتى في النوم تأتيه الكوابيس مزعجة. ما نصيحتكم له وهل هو محاسب على هذا؟ هو يظن في نفسه أنه ليس مبتلى بالوسواس، لكنه في الحقيقة مبتلى بالوسواس. هذا الإنسان مبتلى بالوسواس القهري دون شك من حيث العرض المذكور هنا، وكون الطبيب يخبره من أول جلسة أن فيه وسواسا، لأن صاحب الخبرة يعرف المريض من بعيد، يعني لكثرة الموسوسين الذين كانوا يأتون للسؤال في الإفتاء، يأتي بمجرد أن أراه من عند الباب بفضل الله تعالى أستطيع أن أميز وأن أقول هذا موسوس، وسيكون سؤاله سؤال وسوسة. هنالك خبرة في بعض الأحيان لكثرة الحالات التي تعرض على الإنسان، لذلك أقول له إنك مبتلى بالوسوسة، فاترك كل هذه الأوهام، ولا يجوز لك أن تفعل أن تعيد هذه الأفعال، بل تأتي بها وتسأل الله تعالى القبول. هل يؤاخذ بذلك؟ لا يؤاخذ بذلك. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، والوسوسة هي حديث نفس تجاوز الله تعالى عنه، وأسأل الله تعالى أن يعافيه من هذا الداء، والله تعالى أعلم.